معكم فيديو جديد، بدي إياكم فيديو شرح كالعادة. واليوم الفيديو ما حيكون كالعادة، وإنما الفكرة جتني من واحد من المتابعين على آخر فيديو. طبعا هذا المتابع شو طلب مني؟ طلب مني أني أسوي لكم شرح عن إعدادات الكنترولر. فحاليا أنا هلأ عم بلعب بالكنترولر، وجهزت لكم أحسن إعدادات برأيي. راح أعلمكم عليها شو فائدتهم، شو بيسووا، وأفضل التحكمات يعني الأزرار، وشو بيسووا يعني المهمات تبعوتن لماينكرافت الجوال. طبعا هلا انا عم بحكي عن البلاي ستيشن، فالاكس بوكس ممكن يكون فيه شوية اختلافات بسيطة. بس فكمان فيك اذا عندك اكس بوكس الشغلات رح تشتغل عليه، بس اذا عندك بلاي ستيشن رح يكون شوي احسن وتفهم علي اكتر لما اقول اسماء الازرار وهيك. فبس شباب، هلا خلونا نبلش بالفيديو. اوكي شباب، طبعا هاي هي الاعدادات، واول شيء واول تغيير انا مغيره واللي هو السنسيتيفيتي. السنسيتيفيتي بال يعني الديفولت بتكون 60، فانا عليتها على 70 لانه هون ال R3 وال L3 تبعوتك، يعني الجويستيك احيانا بيتحركوا بطء. هذا انا كتير بحسه لما العب، فبحب دائما اني اعليها مشان لما احركهم مثلا هيك يكون تحرك سريع مثل ما كنتم شايفين، لانه من قبل كان ابطأ من هيك، وهيك انا بشوفه يعني بيرفكت تمام صراحة. يعني هذا برأيي. وهلا بعد ما حكينا عن السنسيتيفيتي خل نروح على اللي بعده. السبايك جلاس دامبينج هذا يعني ما بهتم، هذا اللي عم يسأل شو هو. عبارة عن شايفين هلا رح احط قدامكم هذا الايتم الجديد واللي هو المنظار. يعني انه قد ايه بتسوي زوم وهيك شغلات مو مهم، لانه اصلا ما حدا بيستعمله، ما اتوقع يعني بتستعملوه او بتهتموا فيه. فسحبت عليها خليتها ديفولت مثل ما هي. انفرت واي اكسس هيدا الناس ما بعرف ليش اصلا ممكن يحطوها، واللي هي انك تعكس التحكمات. فالاكس بتصير مثلث، الدائرة بتصير مربع، وهيك يعني بتصير خبيصة من الاخر. فاسحب عليها. وهون بدك تفعل الاوتو جامب، لانه شوي صعب دائما تضل تكبس اكس اكس اكس. فاذا كان قدامك بس بلوكة واحدة السكين لحاله بينط، ويعني هيك بتكون شيء اريح واحسن بكتير. هاي الكنترولر هينتس، طبعا هيدي الشغلة مو مفعلة وانما انا مفعلها. وهلا خلونا ما نفعلها ونرجع على الديفولت ونورجيكم الفرق. شايفين شلون؟ يعني بصير الصراحة الشي مزعج. يعني اكيد انت اذا بتلعب ماينكرافت بالكنترولر رح تعرف يعني اي زر هو الانفنتوري. ما في داعي انه هن يكتبوا لك كل شي شو الزر تبعه. خليه اول اسبوع لتتعلم وين الازرار، او اذا ما في شغلة بتعرفها ممكن وقتها بتفعلها. بس صراحة أنا برأيي إنه بلاها أحسن، بتلاقي الشاشة يعني أنظف هيك، ما فيها كتير شغلات عم تصير، السيمبل أكتر، ويعني مريحة للعين، مريحة إنك تطلع عليها. فخلينا نروح على اللي بعدها. الكنترولر كيرسر هاي بدك تخليها صراحة يعني مو مثل الهنس، هاي غير، هيدا تبع التحكم وهيك فبتحتاج تشوفها. الهوت بار خليه هيدا مثل ما كنتم شايفين الاي بي والاكس واي، هيدا ازرار الاكس بوكس، تركها مثل ما هي. الكنترولر كيرسر سنسيتيفيتي هيدا هي نفسها من شوي حكينا عنها، بس اختلاف يعني هون عم يحددوا تماما شو اللي بيفتل بسرعة وهيك، فهي خليها ديفولت. وعلي الفوق واللي هي السنسيتيفيتي بشكل عام. اوكي هلا خلينا خلصنا من هاي الاعدادات اللي فوق. خلينا نيجي هلا على الازرار. الجمب فلاي اب والدروب ايتم بدك تخليهم مثل ما هن يعني ديفولت. والاتاك ديستروي بدك تخليها مثل ما هي كمان اللي هي الار 2. فالار 2 شو بتسوي هلا؟ بتضرب فيها الناس وكمان بتكسر البلوكات. اما الزر اللي بتحط فيه البلوكات وبتستعمل شغلات مثلا انك تاكل وهيك شغلات، واللي هو راح يكون عكس الار 2 ال L2، فبتلاقيهم هيك مثل دو. فاتوقع هي احسن ازرار لهيدي المهمات. الكرافتنج مثل ما هي المربع، والانفنتوري مثل ما ورجيناكم من شوي مثلث. السايكل ايتم ليفت راح يكون ال L1 لأنه هي أصلا موجودة بالاسم left 1. والسايكل ايتم رايت اللي هو راح يكون الرايت 1. توجل perspective هيدا اللي تغير الكاميرا، مثلا تشوف ظهرك ولا تشوف من قدام وجهك. فهيدا أنا خليتها السهم لفوق. اوكي سنيك فلاي داون. طبعا سنيك فلاي داون شو هي؟ انك اه تشفت او انك تطير لتحت. فهي الطير لتحت اذا بتلعب سرفايفل يمكن مو كتير تفيدك، بس انك تشفت هي كتير مفيدة. وانا صراحة عن حالي خليتها دائرة. السبرنت انا غيرتها من L3 ل R3، لانه بتحس يعني انت بتتحكم بال R3 اكتر. ال L3 دائما بس لقدام، اما ال R3 انت بتحدد لاي جهة رح تروح،
ويعني بتحدد السرعة وهيك شغلات، فحسيت انك تحط سبرنت عليها بيكون شي احسن بكتير. اوكي، الفلاي اب سلو فلاي اب وفلاي داون سلو، هيدا شو بدك فيهم؟ يعني مو بس طيران وانما تطير بطء وتطير بسرعة، يعني ما حدا بيحتاجها، فخليتهم فاضيين. وخليت يعني خبيت الازرار لشغلات اهم، لانه في كم شغلة تسحب عليها. لانه مثل ما بتعرف الكنترولر ما له ازرار بتكفي، يعني في عدد محدود مو مثل الكيبورد. ففي كم شغلة رح تضطر انك ما يكون إلها زر، مثلا هدول الشغلات اللي فوق، وانا هلا خليتهم الشغلات المو مهمة. اوكي، هلا ممكن هي كمان الشغلة تشوفوها مو مهمة، بس يعني بتضل احسن من اللي فوقها، واللي هي الايموت. فخلينا نشوف. هلا انا حطيتها على السهم يسار، فهيك يعني ايموتات حلوة. فشي بيحل اللعبة، ما ممكن ما يكون كتير مفيد، بس يعني في شغلات مو مفيدة اكتر منه، فمشان هيك خليت اللزر. اوكي، وين كنا هلا؟ كنا هون open notification او الموب effects. طبعا هيدي شو هي؟ طبعا انا خليتها زر الشير. طبعا هيدا بس تكبس على زر الشير هلا، خلينا نقول انه انت عم تتقاتل مع ساحرة وزدت عليك بوشن السم، فانت مشان تشوف شو البوشن اللي اجاك وكم باقي له للبوشن ليروح، فلازم تكبس على زر الشير وبتشوف هاي الشغلات. فهلا بننزل على اللي بعده اللي راح يكون open chat. open chat يعني بتحكي مع رفقاتك اذا كنت عم تلعب بالاس ام بي. اذا كنت عم تلعب لحالك او سنجل بلاير ممكن ما تكون كتير مفيدة، بس يعني فيك كمان منها انك تسوي set day و set clear weather وهي الشغلات، او تليبورت، فيعني بتضل مفيدة. هيدي strafe left و strafe right يعني تحركات يمين يسار، كمان سحبت عليهم ما في منهم فايدة. walk backwards هي انا حطيتها انك تمشي لورا. طبعا ال L3 بالعادة بتكون انك تسوي سبرنت، بس انا غيرتها، خليت ال R3 تسوي سبرنت وال L3 تمشي لورا. فتمشي لورا احيانا بتكون مفيدة، يعني اذا كنت عم تتقاتل وقاعد عم تمشي لورا وتضرب مثلا كريبر بنفس الوقت، فبيكون هذا الزر مفيد. مشان هيك اللعبة كانوا ساحبين عليه، بس انا حطيت له زر حسيته مهم اكتر من ازرار تانية، فمشان هيك حطيت. والووك فوروردز يعني ما انت اصلا فيك تمشي لقدام، فما حيكون شي كتير مفيد. سحبنا عليها. وبيك بلوك سحبنا عليها. طبعا هون بالنهاية اذا ما عجبتك الاعدادات او حسيت حالك يعني خبصت شوي، ما عاد عم تعرف شو اللي عم يصير، يعني سويت كبسات غلط بالاعدادات وخرب التحكم عندك، فيك ترجع لهون وتكبس على default settings، وبهي الطريقة رح يرجع كل شي مثل ما كان من البداية. اوكي شباب، هون كنا صناعة الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وفاتكم. ضلوا هيك اعطونا كومنتات مشان نسوي عليها فيديوهات، واعطونا افكار مشان نفيدكم ونساعدكم. شيروا الفيديو لرفقاتكم مشان يستفادوا هن كمان. وبس شباب، لا تنسونا بالدعم. نشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.